قالوا لي عمرك ما هتنجح، والنهاردة كلهم بيطلبوا يسمعوا طريقتي في النجاح. إزاي طالب كان بيجيب صفر بقى بيتشرح اسمه في محاضرات التفوق؟ دي مش قصة خيال، دي الحقيقة، ومستحيل تخرج من الفيديو ده زي ما دخلت. أنا مش جاي أقول لك كلمتين تحفيز وتمشي، أنا جاي أحكي لك عن التحول الحقيقي، عن اللحظة اللي كل الناس سابتني فيها وأنا قررت أسند نفسي بإيدي. كنت فاشل بنظرهم، بس الحقيقة أنا كنت لسه ما بدأتش، وده الفيديو اللي هيغير كل حاجة عندك زي ما حصل معايا. أنا فاكر اليوم اللي جالي فيه امتحاني، بصيت على الورقة حسيت إني بقرأ لغة ما بعرفهاش، اسمي مكتوب فوق بس الإجابات كلها فاضية. خرجت من اللجنة وأنا مش شايف قدامي، كل صوت في دماغي كان بيقول أنت فاشل، أنت عبء، أنت نهاية الحكاية. لكن هل كانت النهاية؟ لا، كانت البداية، بس بشكل مؤلم. رجعت البيت لقيت أمي قاعدة بصت لي من غير ما تتكلم، دموعها قالت كل حاجة. والدي ما نطقش بكلمة، بس صمته كان أقسى من أي صريخ. ومن هنا بدأت المرحلة المظلمة. انطويت، بعدت عن كل الناس، بدأت أصدق إني قليل. كنت بصحى وأنام على سؤال واحد: ليه أنا كده؟ ليه كل الناس بتعدي وأنا واقف مكاني؟ عدت شهور، وفي يوم جالي واحد من زمايلي وقال لي أنت أصلاً ملكش في الدراسة، شوف لك أي شغل أحسن. الكلمة دي جرحتني أكتر من أي حاجة، مش عشان هو غلط، لكن عشان أنا صدقته. بس اللحظة دي كانت زي شرارة في حاجة جوايا. اتحركت، مشيت للبيت، مسكت ورقة وكتبت على الحيطة: أنا مش غبي، أنا بس ما اكتشفتش طريقتي في التعلم. وقررت أبدأ من أول حرف. بدأت أقرأ عن طرق المذاكرة، مش الطريقة اللي بيقولوها في الكتب، لا، الطرق اللي الناس العاديين استخدموها ونجحوا. اكتشفت إن فيه ناس بتتعلم بالسمع، وناس بالرؤية، وناس بالممارسة. بدأت أجرب أذاكر وأنا بمشي، سجلت صوتي وأنا بشرح لنفسي، وسمعته قبل النوم. عملت خرائط ذهنية، رسمت دروسي كأنها قصة مصورة. ولأول مرة بدأت أفتكر المعلومات، بدأت أحس إني مش غبي، أنا بس كنت بذاكر بطريقة مش بتاعتي. دخلت أول اختبار بعد ما غيرت طريقتي وأنا بحل. كنت مستغرب، الإجابات كانت بتطلع لوحدها من دماغي. بعد الامتحان اتوقعت أكون أحسن شوية، بس اللي حصل كان صدمة. طلعت الخامس على الفصل. أنا اللي كانوا بيضحكوا عليه؟ أنا. من اللحظة دي بقيت إنسان تاني. كل يوم كنت بصحى الصبح وأسأل نفسي إيه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة هتقربني خطوة من التفوق؟ بطلت أقارن نفسي بحد، بطلت أضيع وقت على ناس مش هتفيدني، بطلت أشتكي وبدأت أشتغل. كنت بذاكر 6 ساعات يومياً، مش عشان خايف من الرسوب، لكن عشان كنت عايز أنجح، عايز أكسر الصورة اللي حطوني فيها، اللي قالوا لي فيها أنت مش مننا، أنت مش هتوصل. كنت بحول كل كلمة استهزاء لكل كلمة إصرار، وكل نظرة استعلاء لطاقة تفجر عزيمتي. بس عايز أقولك على سر، الناس فاكرة إن النجاح بيجي من التعب، بس الحقيقة النجاح بيجي من الفهم. فهمت إن المذاكرة مش ساعات، المذاكرة ذكاء. فهمت إن النوم مش تضييع وقت، ده وقود للدماغ. فهمت إن الراحة النفسية بتأثر على التحصيل أكتر من أي كتاب. فبدأت أنام بدري، أذاكر على فترات قصيرة مركزة، تقنية بومودورو، أسمع لنفسي، أدون ملاحظات بعد كل حصة. بقيت منظم، وبقيت واثق، وبقيت مختلف. اللي كان بيضحك عليا بقى يسألني أشرح له، اللي كان بيشوفني عالة بقى بيقول هو عملها إزاي. حتى المدرسين بدأوا يندهشوا، أنت اتغيرت؟ كنت ببتسم وأقول لهم أنا بس لقيت نفسي اللي عمري ما دورت عليها قبل كده. وفي يوم وأنا في آخر السنة حصلت مفاجأة عمري ما أنساها. النتائج طلعت، فتحت الموبايل، قلبي بيخبط. أول ما شفت النتيجة جسمي اتجمد. الأول على الدفعة. قعدت أبص على الشاشة مش مصدق، أنا الأول اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل. لقيت دموعي نازلة لوحدها، مش دموع فرحة بس، لأ، دموع نصر، دموع تحدي. بابا بصلي وقال لي أنا كنت غلطان، أنا آسف. أمي حضنتني وقالت لي كنت دايماً مصدقة إنك هتعملها، بس كنت خايفة الزمن ما يديشك الفرصة. وأنا كنت ساكت، مش عارف أقول إيه، بس جوايا كنت بصرخ أنا ما كنتش فاشل، أنا كنت ضحية جهل، جهل بطريقة المذاكرة، جهل بالذات، جهل بالثقة. بعد النجاح بدأت ناس كتير تسألني إزاي نجحت؟ احكي لنا. فبدأت أكتب، أشرح، أتكلم، مش لأني عبقري، لكن لأني حبيت أساعد حد مكانه زي مكاني زمان. أنشأت صفحة صغيرة بكتب فيها تجربتي، بعدها عملت فيديو وحكيت فيه حكايتي. الفيديو انتشر، الناس بعتت لي أنت اللي كنت محتاجه من زمان، كلامك لمسني، رجعت لي الأمل. ومن هنا بدأت رحلتي الجديدة، من طالب فاشل
إلى آلة تفوق لا ترحم، إلى مصدر أمل لناس كتير. لو وصلت لحد هنا فاسمعني كويس. في 5 دروس لازم تحطهم في قلبك مش بس في دماغك. الأول، أنت مش غبي، يمكن بس بتذاكر بطريقة غلط. الناس اللي بتحبطك مش دايما عندهم حق، مرات بيكونوا خايفين من نجاحك. المرحلة الثالثة، مش كمية المذاكرة، ذكاء، تنظيم، تركيز. الرابع، كفاية، كل كويس، خد بالك من صحتك النفسية، دماغك محتاجة وقود. خامساً، ابدأ دلوقتي، مش لازم تكون جاهز بس لازم تكون مصر. عارف أنا وصلت لإيه في النهاية؟ أنا اكتشفت إن النجاح مش امتحان، النجاح حالة ذهنية. كل ما تقنع نفسك إنك فاشل هتفشل، كل ما تصدق إنك قادر هتلاقي جسمك بيشتغل على ده. وصدقني، أنت مش محتاج تكون الأذكى، أنت محتاج تكون أكتر واحد مش بيستسلم. أنا حبيت أشاركك حكايتي مش علشان تتأثر، أنا شاركتها علشان تقوم، علشان توقف، تمسح دموعك وتشوف نفسك الحقيقي. اللي جواك مش فاشل، اللي جواك أسد نايم مستني يصحى. وأنا هنا علشان أقولك لو أنا قدرت فأنت تقدر، بس بشرط تبدأ دلوقتي. لو حاسس بكلامي، لو حسيت إنه لمسك في نقطة ضعف أو فتح فيك طاقة أمل، اكتب لي في التعليقات أنا بدأت، وخليني أشوف كام واحد مستعد يبقى آلة تفوق لا ترحم. اضغط لايك لو الفيديو لمسك، واشترك في القناة لو عايز رحلة التفوق تكون كاملة سوا. المعركة لسه ما خلصتش، بس أول خطوة بدأناها مع بعض.